عارفين المكرونه البشاميل كده بتاعت زمان دي، السهله البسيطه اللي ما فيهاش اي افتكاسات ولا اي اختراعات؟ النهارده هعملها لكم بطريقه سهله وبسيطه وبنص صدر فرخه فقط، وكمان بلبن مقطع. والله اللبن مقطع. تعالوا نشوف بقى الصينيه الكبيره دي عملناها ازاي. اول حاجه هنا جبت نص صدر من الفرخه اللي احنا جبناها في المشتريات بتاعت ميزانيه ال700 جنيه اللي عملتها في قناتي التانية. بالمناسبة قناتي التانية انتي وحياتك احلى مع دودي هسيبها لكم في اول كومنت مثبت. قناتي التانية دي بعمل فيها ميزانيات، بعمل فيها منيوهات، بعمل فيها روتينات تنظيف للبيت وافكار موفرة، وكمان عناية بالبشرة والشعر والجسم، وكمان فيها كل حاجة تخص المرأة. القناة دي بتاعت الوصفات بس، لكن القناة التانية انتي وحياتك احلى مع دودي فيها كل حاجة تخصك. فبجد هيفوتك كتير جدا لو ما عملتيش اشتراك وتابعتيها. هسيبها لكم زي ما قلت لكم في صندوق الوصف، وكمان هسيبها لكم في اول تعليق مثبت. فهنا نص الصدر ده خدته من الفرخه اللي احنا كنا جايبينها في المشتريات بتاعه الميزانيه. هنا بقى بخليها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، والعظم اللي بيطلع منها مش برميه، بحطه في الفريزر زي ما انتوا عارفين. اللي متابعني عارف على القناه التانية بعمل عليها شوربه بتطلع جميله جدا. هنا بقى دي الكمية اللي طلعت لي من نص الصدر، وهي دي اللي هعمل بيها ما شاء الله الصينية الكبيرة. اول حاجة هنا خلاص بقى المية غليت، حطيت فيها شوية ملح وشوية زيت، وحطيت فيها المكرونة بتاعتنا عشان اسلقها. في الصينية بقى اللي انا هعمل فيها المكرونة بشاميل، وطبعا ده علشان ما نعملش مواعين، هنزل فيها بقى بصدور الفراخ، هشوحها كده على الناحيتين زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجة يكون الصينية سخنة، ويكون كمان سخنا السمنة بتاعتنا علشان الفراخ تاخد صدمة كده ومتنزلش ميتها. بعد ما خدت صدمة على الناحيتين، حطيت البصل بتاعنا، بصلتين كبار كده متقطعين حلوين، وحطيت توابل مشكلة من اللي انا بعملها اللي عملتها معاكم اكتر من مرة في القناة التانية قبل كده، وحطيت شوية ملح وبس كده. انا في العادي ممكن اعملها بجبنة، ممكن اعملها بزيتون. انا المرة دي بقول لكم انا بعمل صينية مكرونة بشاميل زي بتاعت زمان، زي ما احنا كنا بنعملها زمان، سهلة وبسيطة وموفرة وما بتاخدش مننا اي تكاليف. هنا بقى اللبن قطع مني، ارميه؟ لا والله ما هرميه. حطيته هنا في الخلاط وضربته في الخلاط مع الدقيق اللي انا شوحته. وهنا بقى شايفين القوام بقى عامل ازاي بقى لما عملته في الخلاط؟ تحفة جدا. بصوا بقى عامل زي الكريمة كده. كل ده وايه لسه ما اتحطش على النار. انا بقى بعمل تركاية هنا ان انا بزود شوربة على الخليط بتاعنا كده زي ما انتوا شايفين كده. زودت شوية كده شوربة، قيمة مثلا كوبايتين كبار. رحت حطيتهم كده وقلبت القوام ده كويس، هرفعه بقى على النار عشان بقى يتقل معانا ويبقى بشاميل خطير. وبكده نكون استفدنا من اللبن اللي قطع. هنا بقى في نفس الحلة اللي انا سلقت فيها المكرونة، بعد ما صفيتها طبعا كده وشطفتها شطفة حلوة عشان ما تمسكش في بعض، رحت حطيت بقى هنا عليها الفراخ بعد ما استوت، وهحط عليه هنا اهو البشاميل بعد ما يتقل. شايفين بقى البشاميل بقى عامل ازاي؟ بقى خطير والله العظيم يا جماعة، وطعمه احلى من اللبن العادي. شفتوا اللبن المقطع عمل ايه؟ حطيت هنا بقى نص البشاميل على المكرونة بقى في الحلة دي وعلى الفراخ، وجيت بقى في الصينية اللي انا هعمل فيها اللي انا كنت عاملة فيها الفراخ، رحت حاطة بقى ايه كل المكرونة بتاعتنا، واروح بقى حاطة عليها كده البشاميل من فوق، وهبتدي ان انا اساوي كده من فوق. واهم حاجة بعد ما نخلص خالص نمسح الصينية من الاطراف، علشان الاطراف دي لو اتحرقت مش هنعرف نغسلها، تبقى صعبة يعني في الغسيل. فهننضف الصينية كده وندخلها فرن في على الشبكة في النص، ندخلها كده حوالي نص ساعة. وبعد كده نروح مولعين بقى الشواية عشان تاخد ايه لون من فوق حسب الفرن بتاعك بقى. نبتدي هنا بقى نقطعها، قطعوها زي ما انتوا عايزين. احنا بنحبها جوسي زي ما انتوا شايفين كده. لو انتوا عايزين الخرطة تبقى بخرطتها كده سيبوها لما تبرد، لكن احنا بنحبها جوسي زي ما انتوا شايفين كده. فعشان كده اول ما بتطلع من الفرن بروح غرفها على طول. طعمها بقى والله العظيم خطير يا جماعة. يلا بقى حطوا اللايك الحلو بتاعكم، واعملوا اشتراك للقناة، وباي باي.